السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوه وبصحه جيده ان شاء الله. قبل ما ندوزو لاقتراح اليوم كنشكر بزاف الناس اللي كتدعمني واللي كتعمل لي لايك، وحتى الناس اللي كيعملوا التعاليق كنشكركم بزاف. واللي كيشاهد القناه ديالي اول مره ما ينسانيش الدعم باللايكات والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اقتراح اليوم هو الحريره المغربيه اللي حاضره معنا في يوميا على المائدة الرمضانية. غنشاركها معكم بالطريقة ديالي واللي جد مبسطة بلا تعقيدات وكتجي لذيذة تبارك الله. وغادي نشارك معكم حتى واحد العصير عاود ساهل ولذيذ. خليكم معايا نشوفوا المقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي هنايا 5 الحبات مطيشة صغيرة، الا كانت مطيشة كبيرة نعملو 3 بركة. المهم هي تكون حمراء يعني طيبة شوية. غادي نعمل واحد البصلة كبيرة ونقطعهم قطع عشوائية، نعملهم في خلاط كهربائي. غادي نزيد عليهم واحد كاس الماء وغادي نطحنهم. هانتوما ساهله كيف ما قلت لكم، ما كنعرقها ما والو، كلشي كنطحنوا مع بعضياتو دقه واحده. هنايا عندي القزبر والمعدنوس والكرافس، غندوزهم شويه في الطحانه. ساعه غنضيفهم على الخليط ديال البصل ومطيشه اللي يلاه طحنت. غنقوم بالاضافه ديال الخليط كامل في الطنجره ديال الضغط، وغادي نضيف له طاسه الحمص اللي فزقتو ليله قبل ليله كامله. وغادي نعمل شي شويه د اللحم. بالنسبه للحم يمكن تستغناو عليها، دائما كنعمل حريره بلا لحم كتجيني غزاله. المهم كل واحد على حسب اللي موجود. واحد المعلقه كبيره د مركز الطماطم. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا واحد المعلقه كبيره د الخرقوم باش كيعطيها اللون، وواحد المعلقه صغيره د الابزار، ملعقه سكنجبير، وواحد الملعقه د القرفه، والملح بطبيعه الحال على حسب الذوق. غنزيد نضيف ملعقه السمن اللي ما يمكنش نستغنى عليه في الحريره، هو اللي كيعطي هذيك النسمه الحقيقيه ديال الحريره. غنزيد 2 معالق الزيت د الزيتون كيجي لذيذ بزيت البلديه، غير جربوها. صافي غادي نحرك شويه وغادي نزيد واحد شويه د الماء ونستناها تطلع على الغلي، من بعد غادي نرجع معكم. ملي طلعت الغلي غادي نشد عليها الطنجره ونخليها واحد نص ساعه تقريبا حتى كيطيب الحمص وديك اللحيمات. وهانتوما معايا. صافي ها هي خدات الوقت ديالها الكافي في الطياب. الحمص تهرى، ديك اللحيمات طابو. دابا جا الوقت اللي غادي ندورها، خليكم معايا. غنزيد عليها الماء الاول. بالنسبه للماء اللي كنضيفو في هذه المرحله فضروري يكون الماء مغلى. غادي ندوز نوجد واحد الخليط مكون من الماء، واحد 3 معالق د الطحين. غادي نطحنهم بالميكسور، من بعد غنقوم بالاضافه ديك المزيج بالتدريج. انا كنكب وانا كنحرك، ما نخليهاش تجي ثقيله بزاف وفي نفس الوقت ما غادي نخليهاش تجي خفيفه. المهم كل واحد على حسب الحريره كيفاش كتعجبو، واش خفيفه ولا ثقيله. صافي كنكب وانا كنحرك كيف ما قلت لكم. في الاخير ما غادي نضيفش ديك المزيج كامل، غادي نخلي منه هاد شويه حيت صافي حصلت على القوام اللي خصني. غنخليها واحد 5 دقائق، من بعد غادي نضيف الشعريه. بالنسبه للشعريه عندي هنايا عملت واحد 4 المعالق حيت رقيقه بزاف، عليها عملت هاد الكميه باش كتجي باينه شويه في الحريره. الا كانت الشعريه اللي متوسطه غير 2 معالق ولا 2 معالق ونص كافيه. دابا غنبقى شويه على العافيه وغادي غنبقى واقفه عليها، ما غادي نغفلش عليها، نبقى نحركها باش ما كتلصقش في القاع ديال الطنجره. مره نجمع ديك الرغوه اللي كتبقى في الجناب، وملي نحس بها صافي عليه طيب، ديك الساعه غادي نزيد واحد معلقه القزبر اللي احتفظت به في الاول ملي طحنته. كيعطي الحريره واحد المذاق غزال، وكتبقى النسمه ديالو باينه ملي كنضيفوه في هذه المرحله هذه.
واخيرا غادي نزيد شويه السمن، واخا عملته في الاول ولكن انا كيعجبني المذاق السمن في الحريره، ضروري كنزيد ديك معلقه في الاخير. صافي كنبقى نحرك حتى كتزول هذيك الرغوه ديالها كامله اللي في الجناب، هيداك باش كنعرفوا الحريره ديالنا طابت. صافي ديك ساعتك كنطفي عليها وبالصحه والراحه. وهذه هي الحريره اللي قدمت معاكم. اللون ديالها كيجي مزيون والقوام ديالها كيجي متماسك، ماشي ثقيله بزاف وماشي خفيفه، سهله ودغيا كتوجد في نفس الوقت لذيذه وريحه ديالها بلا ما نقول لكم. وقبل ما نشوفوا العصير كنتمنى الطريقه ديال الحريره ديالي تعجبكم وتجربوها، واكيد كل سيده تبارك الله عندها الطريقه ديالها، وكل واحد الطريقه ديالو كتختلف من منطقه لمنطقه، ماشي من منطقه ولكن من المطبخ لمطبخ. غير انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. وكتبقى الحريره هي الوجبه الرئيسيه في مائده رمضان، ما كنستغناوش عليها يوميا، وماشي في رمضان حتى في الايامات العاديه مره كنعملوها، وخصوصا ملي كيكون الجو بارد. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه. وشكرا للناس اللي وصلوا بالمشاهده حتى للاخير. بغيت نقول لكم تشجيعاتكم هي اللي كتخليني نستمر ونشارك معكم وصفات ان شاء الله. وإلا كنتي اول مره كتشاهد القناه كنتمنى تابونا عندي وتضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا، وبارطاجيو مع العائله والاحباب ان شاء الله. وبالنسبه للعصير غنحتاجو لتشين اولا البرتقال، الكميه على حسب الافراد، كنقطعوه وكنعصروه. وكنحتاجو فريسه حتى هي كنغسلوها وكنقطعوها باش كنضمنوا النظافه ديالها من الداخل. واللي بغى يزيد واحد البنانه كيجي فيه واحد المذاق مزيون حتى هو. انا هذا النهار ما كانش عندي متوفر الموز، الا بغيتو تزيدوا السكر زيدوه، ولكن من الاحسن بلاش. كنخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي وبالصحه والراحه. ان شاء الله يعجبكم، كيجي لذيذ فيه واحد المذاق ما تشبعوش منه وكيحيد العطش. كنتمنى لكم امسيه سعيده، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله ومع وصفه جديده، وبسلام عليكم.